السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام وكل من يشاهد الفيديو، عساكم بخير وصحة وسلامة وعافية جميعا. مثل ما تشوفون قدامكم صراحة احنا مسافرين. السفر صار مفاجئ، لكن شوية نحس الوقت صار يمشي بسرعة ولازم نرتب أمورنا من وقت. احنا اليوم مسافرين من سامسون لإسطنبول، وطبعا من 7 سنوات أنا ما صعدة طيارة فترة كلش طويلة، فقررنا نروح لإسطنبول بالطيارة، عفوا شوية أسرع. الوقت من نروح بيه بالسيارة كلش طويل، يعني 12 ساعة وكلش نتعب. يعني مشكلة بنوصل هناك همينا ورانا ركض، تعرفون كل ما نروح لإسطنبول عندنا أوراق أو جوازات أو هيك أشياء. طبعا هسه أنا أصور لكم إسطنبول، هذا التصوير حاليا دا أصور أنا إسطنبول. وصلنا تقريبا حدود الساعة 5 الفجر، 4:30 إلى 5 الفجر. طيارتنا كانت الفجر الساعة 3. طرنا من سامسون. شوف الجمال، جمال المنظر قد حلو، حبيت أصور لكم إياه. صراحة جوازات البنات احنا مقدميها من شهر 12 اللي السنة اللي فاتت، هسه يلا طلعت أسمائهم، فراح نستلم الجوازات. جوازاتهم هي صدرت قبل فترة، شوية تأخرنا لأن كان عندنا ظروف فلازم نجيبها. مثل ما تعرفون الأمور حاليا بتركيا صارت صعبة، فإحنا حاولنا شوية يعني نستعجل نجيب الجوازات حتى نرتب أمورنا ونشوف الكفة وين راح تصير بعد الانتخابات. تعرفون إحنا مقبلين انتخابات إن شاء الله باكر. هو أول يوم للانتخابات تبدي إن شاء الله يوم الأحد، وإن شاء الله يا رب الأمور تكون خير للجميع إن شاء الله. صراحة اليوم حبيت أحكي فد موضوع كلش مهم، ومن خلال تصوير هذا الفيديو راح نسولف فد أشياء مهمة تخصنا إحنا. صراحة متابعيني الكرام، إحنا قررنا قرار شبه نهائي هو العودة للعراق إن شاء الله. تكمل الانتخابات ونرتب أمورنا شوية، عندنا أمور لازم نرتبها. نحتاج ترجع الوالدة تركيا، ضروري ترجع الوالدة التركية، عندها هنا شوية متعلقات لازم تكملها، وبعد ما تكملها رتب أمورنا ونبيع أغراضنا ونرجع. يبقى الموضوع بالعراق وين راح نروح وين راح نستقر. لحد الآن إحنا ما مقتنعين، أو ما مقتنعين، ما لاقين المكان اللي ممكن إحنا نستقر به. محتارين بين محافظتين، محتارين بين أربيل وبين بغداد. أكيد راح نستقر بالمكان اللي نلقى به عمل. أنا راح أحاول بكل جهدي إنه أحاول أرجع لوظيفتي. إذا رجعت لوظيفتي فأكيد راح يكون مكان لاستقرارنا هو بغداد، وإذا ما قدرت أرجع لوظيفتي راح يكون مكان لاستقرارنا هو أربيل. بأربيل أكيد راح نفتح مشروع، نفتح شغل بهذا يعني بهاي التفاصيل كلها راح تكون أنتوا عندكم علم. أكيد راح تكون فيديوهات على قناتي تنزل. لكن القرار النهائي صراحة هو العودة للعراق، وهذا القرار إنه أنا متمسكة به حقيقة. أبو رحمة يعني لحد الآن ما مقتنع، لكن أنا كلش اقتنعت إنه لازم نرجع. صار الوقت إنه لازم نرجع، لأنه الظروف صارت كلش صعبة، الحياة صارت كلش صعبة بتركيا. ما ممكن الواحد يحقق اللي يريده، يحقق أهدافه، ولا أنت تقدر تضمن مستقبل أولادك. صارت الأمور اليوم كلش صعبة، فموضوع العودة صار مهم. وأني أفضل، يعني هواية يسألون إنه نختار بلد ثاني أو غير بلد. لا والله أبد لا تختارون أي بلد، مهما كان واحد بلده يقدر يشتغل، يقدر يعيش بأي مكان، لكن بالغربة كلش بهذلة وكلش صعبة. طبعا شوي خلنا نحكي لكم هسه عن التفاصيل. مطار اسطنبول الدولي مطار كلش كبير، مثل ما راح أسوي لكم إياه هسه قدامكم. إحنا صراحة أول مرة نجي بالمطار ونروح للسفارة العراقية. كل مرة إحنا نروح بالسيارة، فعلى الموقع قبل نوصل، لكن هاليوم شوية صارت الأمور كلش صعبة ولخبطة. عندنا إحداثيات إنه وين نروح وين يعني ننزل، لازم ننزل، لكن شوية المطار كبير، المطار كلش تعبنا وفرة وركض ومن الصبح، فما أحكي لكم شنو الموضوع. المطار واسع ما شاء الله. راح نسأل، أكيد إحنا اليوم راح نسأل. أكو هواية يعني ممكن يقدرون يساعدونا، لكن اللي إحنا نعرفه إنه إحنا المفروض هو أكو باصات
بالمطار. هذا باصات تودينا الششلي. تعرفون انتم منطقة ششلي هي قريبة على السفارة العراقية. اذا ما لقينا باصات بمطار اسطنبول الدولي، لازم نطلع من المطار، عفوا لازم نروح بالمترو. مترو موجود بالمطار، نطلع شوية عنه، نروح بالمترو. من المترو نروح ننزل بمحطة ما أعرف شو اسمها صراحة بس كاتبين احنا بالورقة. من هاي المحطة نرجع نصعد ترامفاي. الترامفاي راح ينزلنا بششلي، ومن ششلي من هناك نقدر نتمشى على الGPS ونوصل للسفارة إن شاء الله. نوصل من وقت ونرتب أمورنا ونستلم الجوازات. الجوازات هي يعني طلعت من كذا فترة، فإن شاء الله يا رب نروح. وراح أصور لكم هسه سفرتنا وركضتنا لحد ما نحاول نوصل إن شاء الله للسفارة بأقرب وقت. خليكم وياي متابعيني نهاية الفيديو. ولحد الآن نمشي بالمطار. هذا المطار ما يقبل يخلص وباردة. شوف الطيارة نزلت. طبعا هنا احنا نزلنا للطابق الثالث منتظرين المترو، يعني اكسي اوتش ناقص 3. احنا جوا الارض منتظرين المترو يوصل حتى نروح غير محطة ننزل بيها. شوفوا هذا الزرع انا عبالي يعني مو طبيعي، طلع طبيعي سبحان الله. شوفوا الجمال، شوفوا الخضار ايش قد حلو. راح ننتظر المترو الأنفاق يوصل نصعد بيه ونروح للسفارة. صراحة بعد ما أقدر أصور أي شيء، راح أصور لكم مقتطفات بسيطة لأن تليفوني راح يخلص شحن. وصعدنا وأخيرا بعد عناء وتعب وركض بالمطار تقريبا ساعتين احنا بس نمشي بالمطار. الحمد لله والشكر. إن شاء الله يا رب نوصل نستلم الجوازات ونرجع. واكيد الفيديو القادم راح يكون من سامسون، راح نصور الانتخابات ومجريات الانتخابات اللي راح تصير. انتظروا ان شاء الله فيديوهات حلوة وجديدة من قناة يوميات الزمرد في تركيا، ومع السلامة.